بيبدأ الفيلم في الفضاء قبل 65 مليون سنة، وبيكون عايش على الأرض في الوقت ده الديناصورات. وبنشوف نيزك وهو متجه بسرعة كبيرة جدا ناحية الأرض، بس لحسن الحظ بيعدي من جنبه ما بيصطدمش فيه. وبعد مرور فترة من الزمن بنشوف ديناصور أخضر كبير جدا وعملاق، واللي بيكون اسمه هنري، وبنشوفه وهو بينظف قطعة أرض من الأشجار عشان يزرعها، وبيزرع فيها الذرة هو ومراته إيدي جنب بيتهم اللي على النهر. وبعد فترة الزرعة بتكبر، وبيروح هنري يجيب مية من النهر علشان يسقي الزرعة، ومراته بتنادي عليه، ولما بيروح لها بنعرف إنهم مبسوطين لأن ده موعد فأس البيض بتاعهم. وبنعرف كمان إن هيكون عندهم 3 أولاد، وبتفس أول بيضة وبتطلع منها ديناصورة شقية جدا وبيفرحوا بيها وبيقرروا يسموها ليبي. والبيضة التانية كمان بتفس وبيطلع 4 رجول بس، وبتجري في المكان وبتفس، وبيخرج منها ديناصور صغير وبيكون شاي شويتين هو كمان، وبيخبط بالعصاية على البيضة التانية، فهنري بيمنعه وبيسميه باج. وبيجي الدور على البيضة الأخيرة واللي بتكون أكبر بيضة فيهم، وبيكونوا متوقعين إن المولود اللي فيها هيكون كبير وقوي، بس بيتصدموا لما البيضة بتفقس وبيكون جواها ديناصور ضعيف جدا وهزيل، وبيكون خايف يخرج من البيضة. وهنري بيسميه أرلو وبيفرح بيه زي إخواته، وبيطمنه وبيخرجه من البيضة. ولما أرلو بيجي يخرج بيكون ضعيف ومش بيقدر يمشي وبيقع، وبيجي باج وبيضربه بالعصاية وبيسيبه وبيخرج هو وليبي، فبيخرج أرلو يلعب معاهم. وبيجي هنري وبيعرفهم على المكان اللي هم فيه، وبيقولهم إن ده جبل سن مخلب، وكمان بيعرفهم إن دي مزرعتهم هيروحوا مع بعض. وبعد فترة بنشوف ليبي اللي بتكون كبرت وكمان بتدس الأرض بس ما بتعرفش لوحدها، فبيجي لها فكرة وبترش مية على باج وبتستفزه، فباج بيشرب مية كتيرة جدا وبيرشها عليها عشان يغرقها، بس بيروي المزرعة كلها. وليبي بتقول لوالدتها انها خلصت شغلها وسابت المزرعة كلها، فبيتضايق باج لانها ضحكت عليه وغفلته. وبيجي الدور على أرلو انه ينفذ مهمته، بس بيكون خايف من حاجة معينة، ووالدته بتقول له ما يخافش وبتطلب منه ينفذ مهمته. وبنشوفه راح فعلا ودخل مزرعة وبيكون خايف جدا، ولما بيسمع صوت جاي من الأشجار بيترعب أكتر، بس بيكتشف ان مصدر الصوت يبقى كتكوت صغير. وبتيجي الفرخة الكبيرة وبيخاف منها أرلو وبيجري بسرعة من المزرعة وهو مرعوب. وقبل ما يقع في النهر والده بيلحقه وبيقول له انه ما يخافش من الفراخ لانها كائنات مسالمة ومش بيأذونه، والمفروض هم اللي يخافوا منك مش انت اللي تخاف منهم. بعد كده هنري بيخزن المحصول عشان ما يتبهدلش من الكائنات التانية وبيقفل عليه، وايدي بتحط بصمتها على الجدار وهنري بيحط بصمته هو كمان. وساعتها أرلو وليبي وباج بيبقوا متحمسين وعايزين يحطوا بصمتهم هم كمان، بس هنري بيرفض وبيمنعهم وبيقول لهم انهم لازم يكونوا بصمتهم الاول ويعملوا حاجة عظيمة علشان يقدروا يحطوا بصمتهم على الجدار. وبتمر الايام وباج بيكون قدر انه ينظف قطعة ارض من الاشجار، وده بيخليه يقدر يحط بصمته على الجدار. وليبي بتقدر انها تحرث الارض دي وتجهزها للزراعة، وده بيخليها تحط بصمتها هي كمان. اما ارلو بيكون لسه زي ما هو وما عملش حاجة، والفراخ بتجري وراه وبتخوفه، وبيكون زعلان وحزين جدا، وبيقرر انه لازم يغير الوضع ده ويعمل حاجة تخليه يحط بصمته زي اخواته. وبيقرر يجمد قلبه ويشجع نفسه كده، وبيروح للمزرعة علشان يواجه خوفه ويأكل الفراخ، بس بيلاقي اخوه باج مرمى على الارض، فبيروح يطمن عليه وبيسأله عن اللي حصل. فباج بيقول له انا جيت هنا علشان اساعدك بس الفراخ هجمتني وضربوني، وبيطلب منه يهرب قبل ما يهاجموه هو كمان ويموتوه. وفجأة بتظهر فرخة من ورا أرلو وبتهجم عليه، بس بيتضح ان باج عامل مقلب في أرلو وبيضحك عليه وبيتريق عليه. فأرلو بيتضايق من ده وبيفضل يزعق له وبيحاول انه يزقه بس بيفشل، وباج بيقدر انه يوقعه بكل سهولة، وبيقول له انه دايما بيبوظ شغله وشغله غيره وانه جبان. فبيجي هنري وبيزعق لباج على طريقته مع اخوه، بس أرلو بيحزن جدا وبيقول لهم انه شجاع وهيحط بصمته على الجدار زيهم، وبيسيبهم وبيمشي وهو متضايق. ووقتها هنري بتجيله فكرة، وبالليل بيروح يصحى أرلو وبيطلب منه يجي معاه، وبياخده وبيخرجوا يتمشوا مع بعض في الضلمة. وبتيجي حشرة وبتقف على أنف أرلو وبسببها بيخاف جدا، بس هنري بيهديه وبينفخ في الحشرة اللي بتنور وبتكون شكلها حلو جدا، وبيقول له انه لازم يواجه خوفه ويتحكم فيه علشان يقدر يشوف جمال العالم ويستمتع بيه. وبيحرك ديله على الزرع وبيخرج منه حشرات مضايقة كتير، وبيفضلوا يجروا مع بعض وهم مبسوطين وفرحانين. وهنري بيكلف أرلو بمهمة ينفذها بكرة، ولو نجح فيها هيحط بصمته على الجدار. وتاني يوم هنري بيشرح له المهمة وبيقول له ان في مخلوق بيجي يسرق المحصول بتاعهم، ولو الوضع استمر على كده المخزون هيخلص ومش هنلاقي اكل ناكل في فصل الشتاء. وبيقول له ان مهمتك تمسك المخلوق ده، وبيبدأ يساعده انه يعمل فخ علشان يصطادوا بيه، وبيشرح له ازاي الفخ بيشتغل وبيجربوا على يقطينه. وبيقول له اول ما تصطاده اقتله بالعصايه وبعدها تقدر تحط بصمتك على الجدار. فأرلو بيتحمس وبيقول له ما تقلقش انا هعلمه درس مش ينساه ابدا. وبنشوفه هو بيحرس الفخ ومستني المخلوق ده يقع في الفخ، وفجأة بيشوف الفخ بيتحرك، فبيفهم ساعتها ان المخلوق واقع في الفخ، وبيروح علشان ينفذ كلام والده وهو خايف وبيترعش. وبيتفاجئ اول ما بيشوف المخلوق اللي بيكون طفل بدائي، وأرلو بيترعب منه وبيكون عايز يقتله بالعصايه. والطفل ده بيفضل يقاوم الفخ وبيحاول انه يحرر نفسه علشان يهرب، بس بالغلط بيخنق نفسه وبيكون على وشك انه يموت. بس أرلو بيتدخل بسرعه وبيقطع الحبل وبيحرره وبيقول له انت حر تقدر تمشي. والطفل بيقدر انه يتنفس طبيعي، بس بيقرب من أرلو اللي بيخاف منه وبيفضل يرجع لورا لحد ما بيخبط في صخره وبيقع. واول ما هنري بيجي الطفل بيخاف وبيهرب من المكان بسرعه، وهنري
بيزعل ارلو وبيقول له كان عندك فرصه تقتله ما قتلتوش ليه، وبيعرفه انه لازم يتغلب على خوفه علشان يقدر يعيش في الحياه، وبياخده وبيروح ورا الطفل وبيقول له هنكمل مهمتك احنا الاتنين دلوقتي. وبيمشوا في الغابه والدنيا بتمطر عليهم، فارلو بيخاف وبيقول لوالده احنا كده ممكن نضيع، فوالده بيقول له طول ما انت جنب النهر ما تقلقش لانك هتعرف ترجع للبيت. وبيتبعوا اثار اقدام الطفل علشان يوصلوا له، وبيطلب هنري من ارلو ان هم يمشوا بسرعه قبل ما المطر يمسح اثار الاقدام. وارلو بيترعب من البرق والمطر وبيخبط في صخره وبيقع ورجله بتتصاب، واول ما هنري بيشوفه بيصعب عليه وبيعتذر له وبيقول له ما تخافش، وبيفهمه ان عمل كل ده علشان يساعده يتغلب على خوفه. فارلو بيقول له انا مش زيك، لكن هنري قال له انت انا واحسن كمان. وبيقرر ياخد ارلو ويرجع للبيت علشان العاصفه بتزيد. واول ما بيشوف فيضان داخل عليهم هنري بيرفع ارلو فوق الصخور علشان يبعد عن الفيضان، وبيحاول يطلع له هو كمان لكنه بيفشل والفيضان بياخده معاه وبيموت هنري. وبعد فتره بنشوف ايدي وهي مش قادره تشتغل وبتقع على الارض بسبب المحصول الكتير اللي هي شايلاه، وارلو بيروح علشان يطمن عليها، وايدي بيتعرفوا ان هم لازم يجمعوا كل المحصول ده قبل فصل الشتاء والا هيموتوا من الجوع. لكن ارلو بيقول لها انه هيعمل اي حاجه في سبيل ان ده ما يحصلش، وبيشيل هو المحصول مكانها وبيروح علشان يخزنه. بس بيتفاجئ لما بيلاقي الطفل بياكل في المخزون، وارلو بيتضايق منه جدا وبيبدا يهاجمه، بس الطفل بيخرج من المكان وبيسرق منه المحصول وبيجري، وده بيضايق ارلو جدا اللي بيجري وراه وبيمسكه فعلا، بس بيقع في النهر بالغلط هو والطفل. وتيار الميه بيكون قوي وارلو بيكون هيغرق، وبيحاول انه يستنجد بحد لكن محدش سامعه، والميه بتسحبه لبعيد وهو بيحاول انه يخرج لكنه بيفشل في ده، وبيفضل تيار الميه يسحبه لحد ما ارلو بيتخبط في صخره وبيفقد الوعي وبينجرف لبعيد. وبعد فتره بنشوف ارلو وهو بيفوق وبيكون المجرى معاه على ضفه النهر، وارلو بيستجمع قوته وبيقوم بصعوبه وبيروح يتسلق الصخور في محاوله منه انه يهرب من المكان اللي هو فيه، لكنه ما بيقدرش وبيقع تاني على الارض. وبيسمع صوت جاي من فوق الحافه وبيترعب، بس بيلاقي الصوت ده بتاع الطفل فبيتعصب لما بيشوفه وبيجري علشان يتسلق الصخور من تاني، وبينجح فعلا انه يتسلق الصخور وبيطلع للحافه، بس الطفل بيسيبه وبيمشي. بعد كده بيروح ارلو وبيتسلق واحد من الجبال اللي حواليه، وبيتصدم لما بيشوف المكان لان ما بيكونش عارفه ولا حتى عارف هو فين، وكمان لانه مش شايف جبل سن مخلب وده معناه انه بعيد عن البيت جدا. بس بيطمن لما بيشوف النهر وبيمشي عكس اتجاه الميه علشان يوصل للبيت، وبيستمر في المشي لحد ما بيلاقي شجره توت فبيروح علشان ياكل منها لانه جعان، بس ما بيلحقش ياكل حاجه لان الصخره اللي واقف عليها بتتحرك بيه وبتوقعه، وكمان رجله بتتحشر بين صخرتين، وبيحاول انه يخرجها بس ما بيكونش قادر، وبيستمر في المحاوله لحد ما الدنيا بتضلم عليه وبيفقد الامل وبينام. وتاني يوم الصبح بيصحى مفزوع وبيلاقي رجله اتحررت، وبيستغرب من ده، بس لما بيشوف اثار الاقدام بيفهم ان الطفل هو اللي حرره، فبيكمل طريقه جنب النهر وبيفضل ماشي لحد ما الدنيا بتمطر، فبيحاول انه يعمل كوخ علشان يستخبى فيه من المطر، وبيجمع اغصان الشجر على بعض علشان يبني الكوخ، لكنه مش بيعرف واغصان الشجر بتقع عليه، وبيضحك عليه الحيوانات اللي في الغابه. وبعد شويه بيشوف حاجه بتتحرك في العشب، بس بيتضح ان ده الطفل اللي جايب معاه سحليه مصطادها وبيديها لارلو علشان ياكلها، بس ارلو بيكون متضايق منه وبيقول له امشي من هنا والا هاكلك انت. وساعتها السحليه بتهرب من المكان فالطفل بيجري وراها، وبعد شويه بنشوفه وهو بيهاجم خنفسه طايره وبيوقعها على الارض، وبيوديها لارلو وبيقطع راس السحليه وبيعلم ارلو ازاي ياكلها، لكن ارلو بيكون قرفان وبيرمي الخنفسه بعيد، فالطفل بيروح علشان يشوف له اكل تاني، وبعد شويه بيجيب له توتو وبيديهوله، وساعتها ارلو بياكل التوت وهو مستمتع وبيخلصه كله، وبيطلب من الطفل انه يجيب له توت كمان، بس الطفل بياخد منه العصا وبيجري، فارلو بيروح وراه وبيمشي في الغابه، والطفل بيفضل ينط من شجره لشجره، وبيوصلوا هما الاتنين لحافه جبل وبتكون خطيره لانها رفيعه جدا وعاليه، لحد ما بيوصلوا لطريق مقطوع، وارلو بيفضل يلوم الطفل لانه هو اللي وصله لده، بس الطفل بيمشي بين رجليه وبيعضه في رجله علشان يوقعه ويخليه يمسك في الناحيه التانيه من الطريق بسنانه، وساعتها بيعدي الطفل من عليه. واول ما ارلو بيشوف شجره التوت بيتحمس وبيعدي الطريق وبيروح ناحيه الشجره، بس الطفل بيمنعه انه يقرب اكتر من كده وبيحذره انه ما ياكلش من الشجره، لكن ارلو بيتجاهل وبياكل من الشجره، وفجاه بتظهر افعى وبتهاجمه وبيقعوا هما الاتنين من على الجبل، بس ارلو ما بيتاثرش بالوعي، لكن الافعى بتحاول تهاجمه وارلو بيكون خايف منها، بس الطفل بيهجم هو على الافعى وبيفضل يضرب فيها وبيعضها لحد ما الافعى بتخاف وبتهرب، وارلو بينبهر باللي عامل الطفل وانه شجاع جدا. وفجاه بيسمع صوت بيتكلمه من الغابه وبيظهر ديناصور ضخم وبيكون متخفي وسط الاشجار، وبيخرج الديناصور ده وهو عليه مجموعه من الحيوانات والطيور، وبيقول لارلو ان الطفل ده بيحبه لانه انقذه من الموت، وبيفهمه ان كل كائن من الكائنات اللي عليه دي بيحميه من حاجه معينه زي الضفادع والحشرات وحاجات تانية كتير. وارلو بيتكلم معاه وبيساله لو يعرف الطريق لجبل سن مخلب، بس الديناصور ما بيكونش عارف الطريق، وبيسال ارلو على
على اسم الطفل، بس ارلو ما بيكونش عارف فبيقول له لازم يعرف اسم الطفل علشان يقدر ينادي عليه، وبيبداوا هما الاتنين ينادوا على الطفل باسماء مختلفه لحد ما ارلو بيقول اسم سبوت، فالطفل بيبص له وهو فرحان وبيروح لعنده، والديناصور بيقول له وانت في طريقك لجبل سن مخلب سبوت هيحميك من اي خطر، بس فجاه العصفوره بتهاجمهم فبيجروا منها وبيستخبوا، وهم ماشيين في طريقهم بيلاقوا فار، والطفل اللي اسمه سبوت بيطارده لحد ما الفار بيستخبى منه وبيدخل حفره، فسبوت بينفخ فيها وبيخرج فيران من الحفره وبيكون مبسوط وسعيد، ولما ارلو بيشوفه بيضحك ومبسوط بينفخ في الحفره فبيخرج الفيران اللي تحت الارض كلها وبيفرح هو وسبوت، بس الفيران دي بتتجمع حواليه فبيخاف منها وبيهرب من المكان، وبيخرج فار من الحفره وبيعضه فبيقع ارلو في البحيره وبيكون هيغرق بسبب انه ما بيعرفش يعوم، بس سبوت بينزل البحيره وبيهدوه وبيطمنه وبيعلمه ازاي يعوم، وارلو بيعمل زيه وبينجح انه يعوم فعلا وما بيغرقش، ولما بيخرج من الميه بيتخض من الطحالب اللي على جسمه وبيجري من المكان، وهما ماشيين بيلاقوا ثمرات فاكهه واقعه من الشجره على الارض، ولما بياكلوها بيفضلوا يهلوسوا بسبب انها بايظه وبيدخلوا في حاله سكر وبيتهيأ لهم حاجات غريبه، ولما بيفوقوا بيكونوا الجو ليل عليهم فبيكملوا طريقهم وبيمشوا، وهم في الطريق ارلو بيلاقي حشره مضيئه فبيحرك ديله على الزرع زي ما هو علمه وبيخرج حشرات كتير من الزرع، فسبوت بينبهر بالحشرات وشكلها الجميل وبيفضلوا يجروا على الحشرات دي وهم مبسوطين وسعداء لحد ما بيوصلوا لمكان يقدروا يباتوا فيه، وسبوت بيقدر انه يمسك حشره مضيئه بس بتطفي منه، فارلو بينفخ في الحشره فبترجع تنور تاني وبتطير في الجو، ولما ارلو بيفتكر والده بيحزن جدا وبيكلم سبوت وبيقول له ان والده وحش وانه نفسه يرجع لعيلته، وبيسأل سبوت فين عيلته بس سبوت ما بيكونش فاهمه، فارلو بيحط اغصان شجر جنب بعض وبيفهم انه كل غصن يبقى واحد من عيلته وبيحوط على ال5 اغصان، وساعتها سبوت بيفهمه وبيجيب 3 اغصان شجر هو كمان وبيحوط عليهم وبيفهم ارلو ان هم يبقوا عيلته، وبيكون حزين جدا وبيوقع غصنين وبيدفنهم، فارلو بيفهم ان باباه ومامته ماتوا وان هو وحيد دلوقتي فبيتعاطف معاه وبيوقع هو كمان غصن شجر وبيدفنه وبيعيط، وبيفهم سبوت ان باباه مات وانه زعلان عليه ومفتقده جدا، فسبوت بيحضنه وبيفضلوا يواسوا بعض وبيعوا هما الاتنين، وتاني يوم الصبح بيصحوا هما الاتنين وسبوت بيسيب ارلو علشان يروح يعمل حمام، بعد كده بيكملوا طريقهم وسط العاصفه اللي بتكون قويه جدا، ولما ارلو بيسمع صوت الرعد وبيشوف البرق بيفتكر والده لما كان معاه والفيضان قتله، وبيجري في المكان وهو مرعوب وخايف وبيفضل يدور على مكان يستخبى فيه، وبيلاقي مكان تحت جذع شجره وبيستخبى فيه، وبعد ما العاصفه بتنتهي بيروح يظبط لارلو وبيفوقه، وارلو بيتصدم لما بيلاقي ان العاصفه دمرت الاشجار وكل حاجه في الغابه، وبيترعب لما ما بيلاقيش النهر وما بيكونش عارف يعمل ايه عشان يوصل له، وبيحزن لانه كده مش هيعرف يرجع للبيت، وفجاه بيشوف ديناصورات طايره فبينادي عليهم وبيطلب منهم المساعده، وبيجيله 3 منهم وبيسالوه اذا كان مصاب ومحتاج حاجه لكنه بيقول لهم انه سليم وكويس، فبنشوف زعيم الديناصورات واللي بيكون اسمه رعد وهو بيطلب من الديناصورات يشوف لو في حد محتاج مساعده في المكان، فارلو بيطمن له وبيبدا يساله ازاي يروح لجبل سن مخلب، فرعد بيقول له نعرف المكان للجبل كويس لانه بيروح لهناك دايما، بس المشكله ان الجبل بعيد جدا عن هنا، وبيتكلموا مع بعض ورعد بيلاحظ من كلام ارلو انه بيخاف من العاصفه، فرعد بيقول له انه بيحب العاصفه جدا لانها بتخليه قوي وكمان بتجيب له الاكل اللي هو عايزه، وساعتها اتباع رعد بينادوا عليه وبيقولوا له ان هم لقوا حيوان تحت الشجره محتاج مساعده، فرعد بيطلب من ارلو ان هو يساعدهم وفعلا بيتحدوا هم الكل وبينقذوا الحيوان اللي بيكون شكله جميل جدا، بس فجاه رعد بياكل الحيوان مره واحده فبيخاف ارلو وبيبص على سبوت اللي بيكون مستخبي تحت جذع شجره وخايف منهم، ومساعدين رعد بيتخانقوا معاه لان اكل الحيوان كله لوحده، لكن رعد بيكون اقوى منهم وبيهزمهم بكل سهوله، فارلو بيستغل الفرصه وبيمشي ناحيه سبوت علشان ياخده ويهربوا، بس رعد بيوقفه وبيحاصره هو واتباعه، وساعتها بيشموا ريحه سبوت وبيسالوا ارلو عن مكانه، فارلو بيحور عليهم وبيقول لهم انه ورا الصخره اللي هناك دي، فبيجروا اتباع رعد علشان يجيبوه، وبيفضل رعد باصص في عيون ارلو وبيشوف مكان سبوت وبيروح علشان ياكله، لكن سبوت بيجري وبيركب على ظهر ارلو وبيهربوا سوا باقصى سرعه، ورعد واتباعه بيبقوا طايرين فوقهم وبيحاولوا يحاصروهم، وبعد شويه ارلو بيشوف ديناصور تيركس عملاق فبيجري عليه وبيطلب منه المساعده، بس رعد واتباعه بيوقعوا ارلو وبيحاصروه، لكن التريكس بيجوا بيهاجمهم وبيبعدهم عنه، وطبعا ارلو بيكون خايف لكن الديناصور بيطمنه وبيهديه، وسبوت بيكون فرحان ومطمن للديناصورات دي وبيلعب معاهم، وبنعرف ان الديناصورين دول يبقوا اخوات، واحده اسمها رمزي والتاني اسمه ناش، وبيفضلوا يهزروا مع بعض، وبيجي باباهم وبيكون اسمه باتش وبيسال ارلو عن سبب وجوده هنا، فارلو بيكون خايف منه وبيقول له انه عايز يوصل لجبل سن مخلب لكنه ما يعرفش الطريق، فرمزي بتقول له ان هم ما يعرفوش مكان الجبل ده لكنهم رايحين ناحيه الجنوب، وبتعرض عليه ان هو يروح معاهم، بس باتش بيرفض وبيقول لهم ان هم مش فاضيين علشان هيدوروا على قطاع الجاموس اللي هرب منهم، ساعتها ارلو بيقول لهم انه يقدر يساعدهم وبيعرفهم ان سبوت لما بيشم اي حاجه بيقدر يتتبعها ويعرف مكانها بدقه، فبتعجبهم الفكره وبيوافقوا، وسبوت بيشم ريحه الجاموس وبينطلق وراهم، وبيفضلوا ماشيين ورا سبوت لفتره طويله جدا لحد ما بياخدهم لاثار اقدام الجاموس، وبالصدفه بيشوفوا ريشه واقعه على الارض، فباتش بيقول ان دول المفترسين اللي سرقوا القطيع بتاعهم، وبيجروا بسرعه ناحيه اثار الاقدام، وفعلا بيقدروا يقربوا من القطيع وبيتسللوا بهدوء، فبيستغرب ارلو لان مفيش اي مفترسين في المكان، بس باتش بيبقى متاكد ان المفترسين مستخبيين وسط القطيع، وبيقربوا اكتر
اكتر من القطيع، وباتش بيطلب من ارلو انه يروح يقف على الصخره اللي هناك دي ويزعق بصوت عالي علشان يجذب المفترسين ليه. وطبعا ارلو بيكون خايف ومرعوب جدا، بس باتش بيزقه وبيقول له يروح وينفذ المهمه اللي طلبها منه. فارلو بيمشي وهو مرعوب وبيطلع على الصخره، بس من كتر الخوف ما بيكونش قادر انه يصرخ، فظبوط بيعضه وبيخليه يصرخ بصوت عالي جدا. وساعتها بيشوف المفترسين وبيقربوا منه بسرعه كبيره، والمفترسين دول بيكونوا ديناصورات صغيره في الحجم لكنها شرسه جدا، وبيحاصروا ارلو وبيسالوه عن سبب وجوده هنا. وقبل ما يهاجموه بيتدخل باتش واولاده وبيهجموا عليهم وبيهزموهم، وساعتها قطيع الجاموس بيخاف وبيجري، فبيجروا وراهم علشان يلحقوهم. بس زعيم المفترسين بيهاجم ناش وبيوقعوا على الارض، لكن رمز بتتدخل وبتهاجمه وبتنقذ اخوها. في الوقت ده بنشوف ارلو وهو مستخبي ورا الصخره علشان قطيع الجاموس ما يدوسش عليهم، وبنشوف 2 من المفترسين هم بينقضوا على باتش وبيوقعوا على الارض. واول ما ارلو بيشوف اللي بيحصل بيستجمع قوته وبيهجم على المفترسين، وبيوقع الاول بدماغه وبيخبط التاني بديله. وقبل ما الديناصورين يرجعوا يهاجموه باتش بيمسكهم وبيرميهم بعيد، فالديناصورين التانيين بيخافوا وبيهربوا من المكان. وبنشوف باتش واولاده معاهم ارلو وظبوط وهم بيزقروا بصوت عالي كدليل على الانتصار والقوه، وبيرجعوا تاني علشان يقودوا القطيع. وبالليل بيكونوا مخيمين حوالين النار اللي مولعينها، وباتش بيقول لارلو ان هو وظبوط شجعان جدا، فارلو بيشكره وبيكون في خدش في رجله مسبب له الم. فرمز بتطمنه وبتقول له دي حاجه بسيطه، انت ياما هتشوف في المستقبل. وبتفهمه ان الخدوش اللي بتكون في جسم اي حد بتدله انه واجه مخاطر كتير وانه قدر يتغلب عليها. وبتحكي له موقف حصل لها زمان، وبتقول له ان كان في قطيع من الجاموس جاي ناحيتها بسرعه كبيره وما كانتش قادره تتحرك بسبب ان ديلها كان مزنوق بين صخرتين، وساعتها قدرت انها تعض ديلها وتقطعه علشان تقدر تعيش، وبتكون فخوره باللي عملته. وكمان ناش بيحكي له انه وهو بيتصدى لمجموعه من المفترسين واحد منهم اصابه اصابه خطيره في رجله، ومن ساعتها وهو مش حاسس باي الم فيها. وبيجي الدور على باتش علشان يحكي لهم سبب الندبه اللي في وشه، فبتتحمس رمز وناش وبيطلبوا منه يحكي القصه بالتفصيل. وفعلا بيبدا باتش يحكي انه في يوم كان ماشي في الصحراء لمده 5 ايام بدون ميه، ولان الجو كان حر جدا كان هيموت من العطش لحد ما لقي بركه ميه قدامه. بس اول ما جه يشرب منها انقض عليه 3 تماسيح وهاجموه، واول واحد عضه في وشه، بس باتش كانت عضته اقوى وقسم التمساح نصين، والتاني ضربه بديله وقتله. اما الاخير غرقه في بحر الدم اللي صنعه من التمساحين التانيين. وبيفتح بقه وبيوريهم سنه التمساح اللي لسه موجوده في بقه وما زال محتفظ بها وسط اسنانه. وارلو بينبهر من القصه دي وبيقول له يا ريتني كنت شجاع زيك وما بخافش من اي حاجه. فباتش بيفهمه انه بيخاف زي اي مخلوق تاني، لكن لازم يتعلم انه يسيطر على خوفه ويتحكم فيه، وساعتها هيقدر انه يواجه اي مشكله تقابله. وبيتخض ارلو لما بيشوف التلج بدا يتساقط، وبيقول انه لازم يرجع للبيت علشان يساعد امه واخواته في جمع المحصول. فباتش بياكد له ان هم هيساعدوه يوصل لجبل سن مخلب وهيتحركوا بكره الصبح. وتاني يوم بيتحركوا بالقطيع، وباتش بيطلب من ارلو انه يجري بسرعه ويلحق مجموعه من الجاموس ويسيطر عليهم قبل ما يبعد عنهم. فبيجري ارلو بسرعه وبيظهر في الجاموس وبيزقهم بقوه وبيرجعهم للقطيع. وبعد شويه ارلو بيفرح جدا لانه شاف قمه جبل سن مخلب، وبيودع رمز وباتش وناش وبيشكرهم على مساعدته، وبياخد سبوت وبينطلق ناحيه الجبل. وبيجري ارلو وسبوت على ظهره هم فرحانين جنب النهر، وبيكملوا طريقهم وبيتسلقوا الجبل وبيطلعوا على القمه، وبيكونوا فوق السحاب وبيتصدموا من المنظر. وبيفضل ارلو يجري وهو مبسوط لانه قرب من البيت. بس فجاه بيسمعوا صوت عواء، ولما بيبص على مصدر الصوت بيشوفوا راجل هو اللي بيعمل الصوت ده. وسبوت بيكون عايز يروح له، لكن ارلو بيشده وبيقول له ان هم لازم يرجعوا للبيت، وبياخده وبيمشي. وهم في الطريق ارلو بيقول له سبوت ان هو هيحب البيت جدا وهيكون سعيد معاهم، بس بمجرد ما السما بتبطر والرعد بيظهر ارلو بيخاف وبيترعب لما بيشوف زعانف في السما، والزعانف دي بتكتر وبتلف حواليهم وبتحوطهم. وفجاه بيظهر رعد واتباعه بيهاجموا ارلو وبينقضوا عليه وبيحاصروه على حافه الجبل. ورعد بياخد سبوت منه، لكن ارلو بيمسكه، بس رعد بيشده منه وبينجح في ده فعلا وبيطير عالي. واتباع رعد بيزقوا ارلو وبيوقعوه من على حافه الجبل، وبيقع على اغصان شجر شبه الحبال وبتكتفه وبتمنعه من الحركه. فبيحزن جدا وبيحاول يحرر نفسه باي طريقه علشان ينقذ صديقه سبوت، بس هو بيشد الاغصان صخره بتقع على دماغه وبتفقده الوعي. وفجاه بيشوف باباه وهو جاي وبيحرره، فبيفرح ارلو لان بيفتكر ان باباه لسه عايش، وبيمشي معاه وبيحضنه وبيقولوا ان هم لازم ينقذوا صديقه سبوت لانه ساعده في حاجات كتير، وكمان هو مالوش ذنب في اللي حصل. لكن هنري ما بيردش عليه وبيفضل ماشي. وساعتها ارلو بيلاحظ انه مالوش اثار اقدام، فبيفهم انه مش حقيقي وانه بيتهيأله كل ده. فبيحزن ارلو بيقوله انه لسه بيخاف وانه مش عارف يعمل ايه. فهنري بيبص له بيقرب منه وبيقول له انه بقى شجاع وقوي، وبيطلب منه انه يروح ينقذ صديقه وبيتلاشى وسط الامطار. وساعتها ارلو بيفوق وبيستجمع قوته وبيحرر نفسه وبينطلق باقصى سرعه ناحيه الجبل علشان يلحق يظبط، وبيجري وسط الامطار والبرق وهو مش خايف وبيعوى علشان يعرف مكانه. وفجاه بيسمع صوت سبوت وبيروح له وبيشوفه وهو مستخبي جوه جذع شجره من رعد واتباعه. فبينقض عليهم وبيهاجمهم وبيضربهم بقوه وبيوقع 2 منهم في الميه، بس الاتنين التانيين بيتفادوا هجماته وبيشيلوا وبيطيروا ببعيد. بس ارلو ما بيستسلمش وبيتعصب اكتر لما بيشوف رعد وهو بيهاجم سبوت. وكمان منسوب الميه بدا يزيد، فبيستجمع قوته وبيقطع الشجره بديله وبيوقعها على الديناصورين في الميه. ورعد بيكون على وشك ان هو ياكل سبوت، لكن ارلو بيزقر زقره قويه جدا بتزلزل المكان وبترعبه. فبيستغل سبوت الفرصه
بص هو بيعض رعد من جناحه وبيقطعه له وبيخليه يطول بصعوبة، وارلو بيمسك غصن شجرة وبيرميه عليه وبيوقعه في المية، وبيتصدم ارلو لما بيشوف ان في فيضان جاي عليهم لانه مش هيلحق ينقذ سبوت. لكن المرة دي ارلو بيستجمع كل قوته وبيجري بأقصى سرعة وبينط وبيتصدى لصدمة الفيضان مكانه، وبيعوم ارلو وبيفضل يدور على سبوت اللي بيكون فاقد الوعي على جذع شجرة، وبيكون في شلال قدامهم، فارلو بيعوم بأقصى سرعته وبيتحمل آلام الغصن اللي بيخبطه وبيروح لسبوت. في اللحظة دي بيكون سبوت هيغرق وكمان بيقرب ناحية الشلال، بس قبل ما يقع بيوصلوا ارلو وبيمسكوا وبيقعوا هما الاتنين. بعد شوية بيخرج ارلو ومعاه سبوت من المية، وسبوت بيكون فاقد الوعي، بس ارلو بيفوقه وبيفرح لانه لسه عايش وبيطمن عليه. وبعد شوية بيكون ارتاحوا وبيتحركوا في طريقهم، وبيفرح ارلو جدا لما بيشوف البيت بتاعهم والمزرعة. بس المشكلة بيسمع صوت عواء وبيشوف نفس الراجل تاني، لكن المرة دي بيكون معاه زوجته وطفلين صغيرين، فارلو وسبوت بيقربوا منهم وسبوت بيقرب من الراجل، وبتيجي زوجته وبتلمس سبوت اللي بيحس معاهم بالامان، وبيتأثر ارلو جدا باللي هو شايفه. ولما سبوت بيروح له بيقرر انه يسيب يعيش معاهم، وبيعمل حواليهم كلهم دايرة كبيرة وبيفهموا ان دول بقوا عيلته الجديدة. فسبوت بيجري عليه وبيحضنوا بعض وبيعيطوا هما الاتنين، وسبوت بيودعه وبيرجع لعيلته الجديدة اللي بياخدوه معاهم، وبيبص لارلو نظرة وداع وبيعوا هما الاتنين مع بعض. وبيرجع ارلو يكمل طريقه وبيدخل المزرعة بتاعتهم، واول ما مامته بتشوفه بتجري عليه وبتحضنه، وكمان بيجي اخواته وبيفرحوا كلهم برجوعه ليهم. وبعد كده بيروح ارلو علشان يحط بصمته جنب بصمة باباه ومامته واخواته. وفي الاخر ارلو بيتعلم اهم درس في حياته، ان الشجاعة مش انك تبقى قوي، لكن انك تواجه خوفك مهما كان. وبكده بيكمل رحلته وبيرجع لعيلته بعد ما عاش مغامرات غيرت حياته للأبد. لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان تشوف ملخصات تانية لأفلام رهيبة زي دي. أشوفكم في فيديو جديد، سلام.